ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتوا شايفين كده، مالك اول حاجة عملها وقعني دي تجربتي لتاني مرة في السكيت. عايزة اقول لكم ان يا جماعة التجربة حلوة جدا، وانا حاسة يعني انا شفت فيديوهات كتيرة تعليمية عن موضوع السكيت ده، وازاي امشي صح، وازاي اكون ثابتة وانا لابسة السكيت. بص، هو حلو، تجربته حلوة جدا، بس انتي بتحسي انتي طولتي عن طولك كده يعني 10 سنتي مرة واحدة، زي ما تعرفيش طبعا عشان العجل بتاع السكيت. كده اهم حاجة بتكونوا تانيين رجليكم وبتمشوا. انا عملت كل الخطوات وكنت حاسة ان انا عارفة امشي جدا و... ومشيت كذا خطوة. بس طبعا لان مفيش ممارسة ومفيش تدريبات زي ما قلت لكم، يعني انتي لما بتشوفي حاجة وبتسمعيها عكس ما بتكوني انتي بتنفذيها، في فرق واضح طبعا. انك تشوفي وتحسي ان التنفيذ سهل جدا، تعالي بقى على ارض الواقع التنفيذ صعب جدا. بس انا كنت بمشي يعني زي ما شايفين اهو. بس مالك طبعا ربنا يخليه، يعني جه اول حاجة عملها لي كده هوب، زقني وقعني على طول. طبعا ما كنتش متوقعه الزقه دي. شفت مجدي جه جنبي قال لي ايه ده ماما راكبه سكيت ماما. هو طبعا كان عارف ان راكبه سكيت لان هو كان لابسه وانا خدته منه ولبسته. بس قال لي هتقعي يا ماما، ان شاء الله هتقعي، وقعت فعلا. عايز تقول ايه؟ عايز تقول دلوقتي ايه؟ وانا وقعتها. ايوه انت وقعتني، وما شافوها اول حاجه ان انت وقعتني طبعا. انا سمعت كلام مجدي وقلت وقع. ايه ده، هو مجدي اللي قالك روح وقع لا لا ماما؟ لا 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 والله انا قلت اوبا. لك وقع ماما. لا انا اللي وقعت. بس يبقى بطل كده. بيوقعوا بعضيهم. هنا جاي بيقول لي ايه ده يا ماما، اجي ازقك اجي امسكك، قلت له لا سيبني، ما تجيش جنبي خالص. شايفين الخطوات؟ بس لازم يكون جنبنا حيطة ولا حاجة علشان ايه تسندوا عليها على طول. وشفت كمان هما بيقولوا عشان تعرفي تتحركي بالسكيت كويس. سمعت علشان تعرفي تتحركي بالسكيت الأول تعملي خطوات كأنك ماشية وانتي ايه. هنا وقعت زي ما انتوا شايفين كده، انا وقعت. آم، وكمان تكوني مثلا زي سجادة كده. اللي هو اسمها ايه، اسمها ايه، البلاط. البلاستيك، الارض البلاط البلاستيك ده اللي هو الالوان، تمشي عليه برضو. انتوا عارفين اللي هو بتاع الحضانة ده. تمشوا عليه كده في الاول، تمشوا عليه كذا خطوة، وبعد كده تمشوا على الاسفلت عادي. او نجيلة صناعي زي ما جيم بيقولي. طبعا زي ما قلت لكم انك تسمعي سهل جدا، بس انك تنفذي صعب جدا. بس هو بصراحة عن نفسي هي تجربة حلوة جدا، وحابة ان انا اجربها تاني. نعم. يا جماعة دي صعبة جدا، وانا برضو ركبت واحدة م8. ابقوا شوفوا مجدي ومالك، هنزل الفيديوهات بتاعتهم على القناة بتاعتهم اسمها يوميات ميجو لولي. هتشوفوا مجدي هنا بقى، مالك لما وقعني، هتشوفوا مجدي وهتشوفوا مالك. هنا بقى وقعت وقمت مايو على الشاطر. حاسب وقعت كتير قوي. بس مايو على شاطر يعني يا جماعة، مايو على شاطر، وانا وقعت كتير. بس كنت بقوم وارجع، وهكذا بقى شغالة اقع واقوم. عندي ثبات واصرار رهيب. يعني انا مصرة ان انا امشي بالسكيت، ومشيت بالسكيت واتحركت. بس في السكيت يعني بيقولك عشان تقدري تتحركي فيه لازم يكون ماسك على رجلك كده،